السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد حدايدي ومع ملخص مؤتمر أبل للمطورين WWDC 2023 من سان فرانسيسكو. بدأ المؤتمر مع فيديو واضح جدا إنه في منتج جديد، وبالفعل كان في منتج جديد وهو نظارة أبل فيجن برو، وهي دمج الواقع الافتراضي مع الواقع المعزز. ثورة في عالم التقنية، شيء خرافي جدا. قد ما شفنا نظارات واقع افتراضي إلى الآن ما قد شفنا إمكانيات زي اللي شفناها في مؤتمر اليوم بالنسبة لمنتج أبل الجديد اللي هو أبل فيجن برو. طيب باختصار شديد، تم الإعلان في البداية عن منتجات أبل الجديدة، من ثم انتقلوا إلى مميزات اللي هي الإصدارات الجديدة الخاصة بالآيفون، الآيباد، الماك، ساعة أبل، كذلك اللي هو تغييرات في أنظمة الصوتيات الخاصة بأبل تي في، أبل هوم بود وغيرها. وفي النهاية أعلنوا عن المنتج الخرافي أبل فيجن برو. فبلاش أطول عليكم، خلونا نبدأ ملخص مؤتمر أبل للمطورين مع بعض. المؤتمر يا اخوان كان طويل، ساعتين وشوية، وبدأوا فيه على السريع بدون أي كلام كثير، وتم الكشف بشكل رسمي عن أول ماك بوك إير يحمل شاشة بمقاس 15.3 بوصة، وإنه هذا الماك مزود بمعالج أبل الM2، ويعتبر أنحف وأخف جهاز كمبيوتر محمول بشاشة 15.3 بوصة. طبعا يتوفر بأربع ألوان، كذلك زي الإصدار السابق زر التشغيل هو نفسه يحمل بصمة الأصبع، ويتميز ببطارية توصل ل 18 ساعة من الاستخدام. كذلك مزود بست مكبرات صوت، وكاميرا رهيبة 1080 للفيس تايم والاجتماعات. كذلك يقبل ذاكرة عشوائية حتى 24 جيجا بايت، ومساحة تخزين حتى 2 تيرا بايت. لو حابين نتكلم عن الشاشة فيوصل السطوع فيها ل 500 شمعة، وتدعم أكثر من مليار لون. معالج أبل الM2 بيكون أسرع 12 مرة عن الجيل السابق. كذلك البطارية بيكون فيها أداء أفضل بنسبة 50%. وهذه هي الأسعار أمامكم. ماك بوك إير 13 بوصة $999 يبدأ، واللي بالمعالج الجديد الM2 عندنا 13 بوصة يبدأ الأسعار من 1099، وال 15.3 بوصة يبدأ من $1299. وأكيد كلها بإمكانك طلبها من اليوم. من ثم انتقلوا إلى معالج أبل الجديد اللي هو الM2 ألترا. شفنا السنة الماضية الM1 ألترا، اليوم أعلنوا عن معالج أبل الجديد الM2 ألترا الكاسح. فهذا المعالج يا شباب يحمل أكثر من 134 مليار ترانزستور بمعمارية 5 نانو، والجهاز اللي بيكون موجود فيه يتحمل ذاكرة عشوائية حتى 192 جيجا بايت، رقم خرافي. وبكل تأكيد أسرع من الجيل السابق بالنسبة للسي بي يو 20%، وبالنسبة للجي بي يو 30%. عندنا 24 كور في السي بي يو و76 كور جي بي يو، ويدعم العرض بالجودة الكاملة حتى 6 شاشات في وقت واحد. بكل تأكيد معالج جبار زي ذا، هذا حق اللي يصنع الأفلام، يعني هذا مو أي أحد يقدر يستوعب قدراته وإمكانياته. وبكل تأكيد هذا المعالج توفر على الموديل الجديد أو الأحدث من الماك برو، واللي يبدأ سعره من 6999. عندنا أيضا ماك ستوديو جديد يحمل معالج أبل الجديد M2 ماكس بأسعار تبدأ من $1999. أصبح الآن عندنا في المؤتمر تم الإعلان عن ماك بوك إير بمعالج أبل الجديد الM2 وبمقاس شاشة جديد اللي هي 15.3، وفي منه اللي هو 13 بوصة. كذلك تم الإعلان عن معالجات أبل الجديدة الM2 ماكس والM2 ألترا اللي توفر في الماك ستوديو والماك برو. فعندنا تقريبا 3 أجهزة جديدة من الماك ب3 معالجات جديدة. من ثم انتقلوا إلى الإصدارات الجديدة ومميزاتها. بدأوا بإصدار iOS 17 الخاص بأجهزة الآيفون، وعندنا أول تغيير جاء في تطبيق الهاتف الخاص بأبل. وعندنا أول ميزة هو لو وصلك رسالة من أي رقم غريب وتحولت هذه الرسالة للبريد الصوتي بيظهر لك الكلام مباشرة بشكل كتابي. أيضا إذا وصلك مكالمة فيس تايم وما رديت عليها تقدر تسجل مباشرة رسالة فيديو. أما في تطبيق الرسائل أهم المميزات اللي جات إنه بيكون في فلتر جديد في البحث أثناء الرسالة لو كانت طويلة عندك. كذلك بيتم تحويل الصوتيات اللي بتوصلك على الآي مسج إلى كتابة، وهذه بتفيد بكل تأكيد لو كنت في مكان ما أنت قادر تسمع تقرأ الكلام اللي وصل لك بشكل صوتي. كذلك لو سحبت بإصبعك الآن تقدر ترد على الرسالة مباشرة. أيضا ميزة جديدة رهيبة وهي التشيك إن، وهي عبارة أنك ترسلها مثلا لأحد أفراد أسرتك للتطمن عليك، أو تحدد الوقت اللي أنت بترجع فيه مثلا البيت، وفي حالة
عدم رجوعك عن الوقت اللي انت حددته بيتم ارسال اللوكيشن الخاص فيك مع نسبة البطارية الخاصة بجهازك، كذلك مع ارسال الشبكة نفسه. كذلك في الاي مسج من اهم التغييرات اللي صارت اللي هي اللايف ستيكرز. تقدر الان ترسل ستيكر من صورك مباشرة بدون التدخل لأي تطبيقات خارجية. كذلك الصور اللي هي الاستيكرات اللايف اللي هي المتحركة أيضا تأخذها من أي شيء عندك في ألبوم الصور بكل سهولة. كلنا نعرف يا شباب ميزة الاير دروب، وهي إرسال الملفات بين أجهزة أبل المختلفة، آيفون، آيباد، ماك وغيره، إنك ترسل مثلا صور، فيديوهات، جهات اتصال، تطبيقات وإلى آخره. الآن تم الإعلان عن ميزة جديدة جدا رهيبة، وهي النيم شير. تكون في اجتماعات، تكون في احتفالات، تكون في اي مكان، واحد يقول لك مثلا اعطيني رقمك او عنوانك او بريدك الالكتروني والى اخره، وبكل بساطه انك تقدر تحط ايفونك على ايفونه وبيتم ارسال جهه الاتصال بكافه بياناتها ومعلوماتها. كذلك تدعم مو فقط من ايفون لايفون، ايضا تدعم من ايفون الى ساعه ابل رهيبه. ايضا لوحه المفاتيح في الايفون حصل على تحديث كبير، وهو انه بيصير يحط لك الكلمات من خلال التوقع على حسب الجمله اللي انت جالس تكتبها. ايضا تم الاعلان عن ميزه جدا رهيبه وهي باسم ستاند باي، وفكرتها لطيفه انك تحط مثلا ايفونك على اي اكسسوار من اكسسوارات الماك سيف قبل لا تنام مثلا على سبيل المثال، او انك جالس مثلا على المكتب او شيء، وتقدر تعرض عليه منوعات اشياء جدا كثير زي حاله الطقس، زي الساعه، زي التقويم، المنبهات والمواعيد. كذلك اللي هي اللايف، لو متابع مباراة معينة بتشوف النتائج أول بأول. وأيضا في ميزة رهيبة، لو أنت حاطها ستاند باي عند النوم وقفلت مثلا نور الغرفة، فهي بتتأقلم وبتعطيك نفس الإضاءة الخاصة بالغرفة عشان ما تكون مزعجة. كذلك من التغييرات اللي هي هاي سيري، الآن أصبح فقط سيري. بالنسبة للخرائط أيضا نزل لها تحديث كبير، وهي الآن تقدر تعمل بدون اللي هو الاتصال، يعني خرائط اوف لاين. فهذه كانت ابرز مميزات التحديث الاي او اس 17، وبكل تاكيد زي كل سنه ما بيتكلموا الا يمكن على 3% من الاضافات والمميزات الجديده اللي تيجي في الاصدار الجديد، واكيد بنستعرضها ان شاء الله لاحقا. الآن تكلموا عن الايباد او اس اللي هي مميزات التحديث الجديد الخاص بأجهزة الايباد، وكانت البداية هي الويدجت أصبحت تفاعلية بدون الحاجة إلى دخول نفس التطبيقات. يعني مثلا لو حاطط لنفسك مواعيد أو أعمال معينة وأنجزت أحد هذه الأعمال، تقدر تضغط على الويدجت نفسه وبيتم عمل اللي هو علامة الصح وما تحتاج إنك تدخل جوا. كذلك مثلا لو بتشغل أي ملف من الملفات الموسيقية، بودكاست، تقدر تطفي اللمبات الذكية اللي موجودة عندك بالبيت وإلى آخره. أيضا تطبيق الصحة أصبح متوفر على الآيباد بشكل رسمي، وأصبح متزامن مع الآيفون وساعة أبل باللحظة. وهنا بتستفيد أنك تقدر تستعرض بياناتك الصحية بشكل كامل وبشكل كبير على الايباد، مختلف بكل تاكيد عن الايفون او الساعه. ايضا هناك تعديلات جدا كبيره على التعامل مع ملفات البي دي اف على اجهزه الايباد، زي التعديل، زي تعبئه الكلمات او العنوان والاسم والى اخره من البيانات بشكل اوتوماتيك. كذلك التوقيع عن طريق قلم ابل او حتى من التوقيع المخزنه سابقا لديك. كذلك عندنا شاشه القفل، تقدر تسوي لها تخصيص، تقدر تضيف لها ويدجت، تقدر تضيف لها شاشات حيه تقريبا زي المميزات اللي جات في اجهزه الايفون. فهذه ايضا كانت ابرز مميزات التحديث الجديد الايباد او اس الخاص باجهزه الايباد. فشفنا الايفون وشفنا الايباد، والان تكلموا عن ابرز مميزات التحديث الجديد الخاصه باجهزه الماك او اس. هذه السنه الماك او اس نازل باسم سونوما. الماك او اس ايضا نزل له تحديثات جدا كبيره، منها مثلا شاشه التوقف، ففي منها شاشات حيه ومتغيره. كذلك من اهم المميزات صراحه اللي عجبتني جدا هي التحكم بمكان الويدجت. اول كنت تطلع الويدجت على اليمين الشاشه او يسار الشاشه لو كان جهازك بالعربي، وفي نفس المكان ما تقدر تسوي فيها اي شيء. الان اصبح بامكانك مثلا تحط الطقس في مكان، تحط المهام في مكان، تحط الساعه في مكان. رهيبه. فمثلا لو كان عندك صور على سطح المكتب بكل سهوله السحب والافلات بتحطها على طول على الايميل لو انت حاطط ويدجت خاص فيك. كذلك عندنا من مميزات الكاميرا في اجهزه الماك، وكلنا عارفينها في الفيس تايم انك تقدر تعزل الخلفيه، تقدر تحط مثلا اي صوره معينه، ولكن الان اصبحت تدعم هذه الميزه التطبيقات اللي هي الطرف الثالث زي زوم وغيره. كذلك من اهم المميزات اللي نزلت لمتصفح سفاري على اجهزه الماك انه الان لو عندك اي صفحه على الويب، اي صفحه
تقدر تسويها كتطبيق عندك وتحطها عندك على الدك، بيصير في اي وقت تفتحها كانها تطبيق. ومو بس كده، بل تدعم الاشعارات حتى على هذا الموقع، فبيوصلك اشعارات وكانه اي تطبيق عادي. واخيرا من اهم المميزات هي الجيم مود، وضع الالعاب. واخيرا حنقدر الان نجرب ونحس نستشعر قدرات معالجات ابل، اللي كان زمان الناس تقول ما تشغل العاب، معالج مو قوي. الآن أصبح في تعاون كبير جدا في مجال الألعاب، وحنشوف ألعاب جدا كثير اللي تعودنا نلعبها على أجهزة البي سي أو البلاي ستيشن أو الإكس بوكس. فالأيام القادمة شاهدة على أجهزة الماك وقدراتها. وأبل تقول إنه بيكون في توفير كبير بالبطارية، ما حتحس باستهلاك البطارية أثناء اللعب، كذلك ما حتحس بأي حرارة بالجهاز أثناء الألعاب. كذا شفنا مميزات الإصدار الخاص بالايفون، الايباد، الماك، والان بنشوف اهم مميزات الاصدار الجديد الخاص بساعه ابل واتش او اس 10. الان بيكون في اختصارات سريعه بتظهر لك لما تمسك اللي هو زر التاج وتلفه مثلا على فوق او على تحت بكل سهوله ودون حاجه لدخول نفس التطبيقات. كذلك عندنا اوجه جديده منها سنوبي، وتقدر الان اثناء التمرين على الدراجه انك تضيف هذا التمرين بشكل تلقائي بالاتصال مع الدراجه، وهنا بتحصل على بيانات اكثر دقه. كذلك نظام التتبع الخريطه اكثر دقة. طيب هذه الاصدارات يا اخوان بتتوفر من اليوم للمطورين فقط، اللي هو نظام التجريبي بيتا، وبتتوفر للجميع بنظام تجريبي الشهر القادم، وبيتوفر الاصدارات بشكل رسمي مع اطلاق اجهزة الايفون الجديدة باذن الله في شهر 9 ميلادي القادم. فانت لو حابب تحمل الاصدار التجريبي فحيكون الشهر القادم، حابب تنتظر للرسمي حيكون في شهر 9 ميلادي. الان خلصوا الأجهزة الجديدة، خلصوا الأنظمة الجديدة، ودخلوا في الثورة الجديدة أو الثورة التقنية الجديدة، واللي هي الاختراع الجديد أبل فيجن برو. هذا الاختراع يا إخوان مزود بمعالج أبل أيضا، أو بمعالجين خلينا نقول، وتقدر تحمل عليه التطبيقات المختلفة من المتجر. الآن يدعم جميع تطبيقات أبل بشكل رسمي. أول ما بتفتح مثلا الجهاز ومع الخصوصية الكاملة، لأنه في تقنية جديدة زي تقنية ال 3D اللي هي بصمة الوجه، وهنا سموها اوبتيك اي دي. يعني لو اي احد اخذ هذه النظارة ولبسها ما حيقدر يفتحها لانها مربوطة بعينك انت نفسك. طيب لو انت جالس تتفرج مثلا على متصفح سفاري ومتصفح او فاتح اشياء وفي احد حابب ياخذ منك النظارة، اول ما بتتنقل النظارة منك الى الشخص الاخر فقط ما حيشوف غير اللي انت تضغط باصبعك عليه، وهذا من كثر الخصوصيه اللي فيها. طبعا النظاره باختصار شديد تقدر تفتح عليها مثلا الصور والفيديوهات اللي موجوده عندك في البوم الصور، تقدر تستمع الى الملفات اللي هو الصوتيه، تدعم جميع محتوى الابل تي في والابل تي في بلس من افلام من مسلسلات، حتعيش سينما، وتدعم الصوت المحيطي، ترتبط مع سماعات ابل الايربودز، تقدر تتحكم في مقاس الشاشه، مو بس انك تقدر تتفرج، تقدر تفتح الى 3 شاشات. فلو كنت باجتماع ممكن تفتح مثلا الاي مسج، تقدر تفتح اي ملف على الكينوت مثلا على سبيل المثال، وتقدر تفتح الفيس تايم، فتقدر تفتح 3 شاشات. هذه النظاره يا اخوان تدعم ايضا الماوس والكيبورد الخاص بابل، وتقدر تمنتج، تقدر تكتب، تقدر تسوي كل شيء وكانها جهاز زي الايفون والماك. ايضا تدعم العاب ابل اركيد مع توصيلها مع يد البلاي ستيشن، وبتعيش متعه باللعب شكلها مو طبيعي. كذلك تدعم افلام 3 دي او المحتوى 3 دي، كذلك تدعم الفيس تايم. النظاره يا اخوان بتتوفر العام القادم باذن الله تعالى، الله يعطينا ويعطيكم العمر، بسعر 3499 دولار. وكل المميزات اللي تكلموا عنها عن النظاره في هذا المؤتمر بيقول لك هذه فقط البدايه، فبكل تاكيد عند توفرها بيكون لها قدرات غير هي الان، وما في اي احد منافس لها من جميع النظارات من جميع الشركات. وابل تقول انك بتستمتع بأعلى جودة لأي محتوى بيتم عرضه على هذه النظارة، مختلف عن جميع النظارات اللي موجودة. كذلك بعد التعاون مع مارفل ديزني بتشوف محتوى خاص بالنظارة، وشيء رهيب قادم إن شاء الله. وبس يا أخوان تقريبا هذا كل شيء كان في المؤتمر، أو خلينا نقول ملخص لكل شيء صار في المؤتمر بطريقة بسيطة عشان توصل لك المعلومة. آسف للإطالة، إن شاء الله أكون أفدتكم ولو بمعلومة بسيطة. بإذن الله في الأيام القادمة بننزل الإصدار التجريبي لما يصير بشكل رسمي وليس للمطورين، يعني من الشهر القادم بنجرب مع بعض المميزات، بنوريكم طريقة التحديث، طريقة أخذ نسخة احتياطية، طريقة التحديث إلى الشكل النظام الرسمي وإلى آخره من بقية الأشياء. لا تنسى تتابعني على القناة، وبإذن الله الأيام القادمة حيكون فيها شغل جامد. يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك سبسكرايب في القناة، وفي أمان الله.